في ممثلين كتير كانوا كوميديانات لفترة من الزمان، وده لان بعد كده اعمالهم الكوميدية اللي كانوا بيقدموها ما كانتش بتضحك او بمعنى اصح كده بدأ منحنى الكوميديا عندهم يقع لما كبروا في السن. ولكن الاستاذ سمير غانم بقى، وفي باقي الحلقة هنقول سمير غانم بس، وده مع حفظ الالقاب يعني. سمير غانم كان كوميديان مهم ولازم تضحك منه في كل وقت، ده لانه بيعرف يقدم الضحك بخفة دم وبدون اي استظراف. ولكن هو ليه سمير غانم اسطورة الكوميديا؟ سمير غانم بدايته الفنية كانت لما كون ثلاثي اضواء المسرح مع ضيف احمد وجورج سيدهم. الفرقة دي كسرت الدنيا في الستينات، وده ليه بقى؟ عشان نوعية الكوميديا الجديدة والمميزة اللي كانوا بيقدموها، ويمكن برضو عشان تميزهم في الحوار الكوميدي الجيد اللي كان مضحك جدا. في فترة الستينات سمير غانم شارك في افلام كوميدية مهمة جدا زي فيلم 30 يوم في السجن. الفيلم ده كان مع فريد شوقي، والفيلم من الافلام الكوميدية المهمة اللي قدمها سمير غانم في مسيرته الفنية، وبرضه هو بيعتبر من افضل الافلام الكوميدية اللي عملها فريد شوقي. ثلاثي اضواء المسرح بقى كانوا اضافة مهمة جدا لفيلم 30 يوم في السجن. بصوا مين يا واري؟ اهلا الاستاذ السجن منور. عاوز ايه يا بتو؟ ايه مش عارفنا همشير ولا ايه؟ كمان سمير غانم بيشارك في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة مع سعاد حسني وحسن يوسف. فترة الستينات كانت فترة مهمة جدا لسمير غانم في انتشاره، لأنه شارك في عدد من الأفلام الكوميدية اللي كانت حلوة أوي. بعد وفاة الضيف أحمد بيبتدي سمير غانم إن هو يشتغل في أفلام لوحده، وهكذا برضه جورج سيدهم. وهنا بنشوف إن الثلاثي اللي اتكون وحقق نجاحات كبيرة بيتفكك، وبالرغم من الحزن اللي كان فيه سمير غانم، ولكن الفترة دي كانت فترة كويسة جدا. من الأفلام اللي شارك فيها سمير غانم في فترة السبعينات وحققت نجاح جماهيري كبير هو فيلم خلي بالك من زوزو، الفيلم اللي كان مع سعاد حسني واللي لما بيتعرض في السينمات بيحقق نجاح جماهيري ضخم جدا في شباك التذاكر. وكمان فيلم أميرة حبي أنا مع سعاد حسني برضه، الفيلم ده كان فيلم مهم جدا، والأغاني اللي كانت فيه كانت أغاني مبهجة كده. وكمان ظهور سمير غانم كضيف شرف في فيلم عالم عيال عيال مع رشدي أباظة. بالرغم من ظهور سمير غانم القليل في الفيلم ده كضيف شرف، ولكن كانت إفيهاته معلمة جدا، وده بشهادة رشدي أباظة ذات نفسه لما قال إن هو ما قدرش يمسك نفسه من الضحك لما سمير غانم دخل عليه فجأة في البيت وقال له مين دول الهكسوس على العيال الكتير. داخل في الشط والعيال هجموا عليا، فانا قلت على ايه ده؟ ايه دول؟ الهكسوس. وبعدين فجأة سمعت استاذ محمد عبد العزيز بيقول ستوب. والله استاذ رشدي ده لقيته واقع على الارض بالظبط كده، هكسوس يا ابن الكلب، جبتها منين دي؟ يبتدي بقى سمير غانم ان هو يقدم بطولات مشتركه زي فيلم ازواج طائشون، الفيلم اللي كان مع عادل امام وسعيد صالح، والفيلم ده لما بيتعرض في السينما بيحقق نجاح جماهيري كبير برضه. والفيلم من الافلام الكوميديه الحلوه جدا لانه فيه 3 كوميديانات ساعتها كانوا مكسرين الدنيا. بعد كده سمير غانم بيشارك مع عادل امام ونور الشريف في فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، والفيلم من الافلام الكوميديه المهمه قوي اللي لغايه دلوقتي لما بيتذاع في التلفزيون بيقدر ان هو يضحكني. سمير غانم عمل دور من افضل ادواره الكوميديه في الفيلم ده. فتره السبعينات برضو سمير غانم ما نساش المسرح، وقدم سمير غانم في الفتره دي مسرحيات هي بتعتبر علامات في المسرح المصري، زي مسرحيه موسيقى في الحي الشرقي. المسرحيه دي كلها ضحك ومستحيل ان انت تتفرج عليها وما تضحكش من سمير غانم فيها. وكمان مسرحيه المتزوجون اللي بتعتبر من اشهر وانجح مسرحيات سمير غانم. المسرحيه دي فيها افيهات كوميديه كتيره حلوه قوي. في فتره الثمانينات سمير غانم بيقدم افلام كويسه زي فيلم يا رب ولد مثلا مع فريد شوقي وكريمه مختار، الفيلم اللي بيعتبر من افضل الافلام الكوميديه اللي اتقدمت في السينما المصريه. سمير غانم في الفيلم ده كان احد اهم مصادر الضحك في الفيلم كله، ومفيش مشهد بيظهر فيه سمير غانم في الفيلم ده الا ولازم يضحكك، ودي حاجه تبين ابداع سمير غانم وقدرته على رسم الابتسامه على وش الناس. وكمان بعدها بيقدم سمير غانم فيلم 4-2-4، هو فيلم من اشهر افلام السينما المصريه اللي اتكلمت عن كره القدم برضه، والفيلم من الافلام اللي حققت نجاح جماهيري كبير في شباك التذاكر. وبرضه من الافلام الكوميديه المهمه اللي قدمها سمير غانم في الفتره دي هو فيلم تجيبها كده تجيبها كده هي كده. شارك في بطولة الفيلم ده وقتها مديحة كامل وفاروق الفيشاوي. في فترة الثمانينات سمير غانم بيقدم أفلام كتير زي فيلم مثلا إنهم يسرقون الأرنب، والفيلم ده كان مع يحيى الفخراني، ورمضان فوق البركان اللي كان مع عادل إمام، والرجل الذي عطس، الفيلم اللي من الأفلام النادرة جدا اللي هتلاقي سمير غانم بيعمل فيها دور تراجيدي بحت، مفهوش كوميديا خالص. افلام النادره ايه ده، سمير غانم تقريبا ما عملش حاجه تراجيديا الا الفيلم ده بس. الفيلم عموما كانت فكرته جيده قوي. مرورا بقى بفتره التسعينات
والألفية. فترة التسعينات والألفينات بيقدم سمير غانم عدد من الأفلام الكوميدية الجيدة، وسمير غانم كان بيظهر دايما كضيف شرف مع النجوم الجداد، زي طبعا فيلم على جنب يا اسطى مع أشرف عبد الباقي، وكمان ظهوره في أفلام زي ورقة شفرة والحرب العالمية الثالثة. بالنسبة للفوازير أعتقد هي من أهم المراحل اللي مر بيها سمير غانم. الفوازير اللي سمير غانم قدمها في فترة الثمانينات، وقدم ساعتها فوازير فتوتة، الفوازير اللي بتعتبر علامة في التلفزيون المصري، واعتقد ان هي من انجح الفوازير اللي اتقدمت في التلفزيون، بجانب طبعا فوازير نيلي وشريهان. سمير غانم في المسرح قدم مسرحيات كتير بعد مسرحية المتزوجون اللي قدرت تحقق نجاح جماهيري كبير، والمسرحيات دي حققت نجاح جماهيري برضه، زي مسرحية مثلا الأستاذ مزيكا، وأهلا يا دكتور، وجحا يحكم المدينة، وفارس بني خيبان، وبهلول في اسطنبول، ودورا مي فاصوليا، وغيرهم طبعا من المسرحيات الكوميدية المهمة اللي قدمها سمير غانم. بالنسبة للمسلسلات فسمير غانم قدم مسلسلات مهمة، زي مسلسل مثلا حكاية ميزو، المسلسل اللي بيعتبر مسلسل أيقوني بصراحة، والكابتن جودة، وغيرهم من المسلسلات اللي قدمها سمير غانم. سمير غانم من وجهة نظري هو بيعتبر فنان كوميدي صعب ان هو يتكرر، لان سمير غانم هو اول ممثل يعمل ستاند اب كوميدي. انك تعمل ستاند اب كوميدي في وسط مسرحية من مسرحياتك وكمان تقدر تضحك الجمهور، اعتقد دي حاجة صعبة برضه. لقيت تاكسي واقف كده، فرحت قوي والله، فاضي يا اسطى، اللي اتفضل. دخلت لقيت ناس كده عالم، مفيش كنب، حاطط ناس عالم فوق بعض، هو نفسه مش قاعد على كرسي، قاعد على زبون يا عيني. وكمان الارتجال، سمير غانم هو اكتر ممثل يقدر يخرج عن النص، وخصوصا في المسرح، واعتقد ان دي حاجة مش سهلة خالص، ده لان الخروج عن النص ده بيحتاج ان الممثل ده يكون موهوب في الحتة دي جدا، ويكون عنده سرعة بديهة، وسمير غانم كان مميز قوي في الحتة دي. ومن وجهة نظري انا شايف ان سمير غانم من اساطير الكوميديا في الوطن العربي. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وقولوا لنا انتوا ايه اكتر عمل بتحبوه لسمير غانم، وسلام.